بس الاوقات بتعدي بسرعه يا اسامه. حقيقي فعلا. بدأنا بكريس الضحك. بص يا معلم، ازيك يا اسامه؟ كله زي الفل. انا والله انا جعان وعايز انام، يعني فاهم. جعان وعايز انام. طب جعان، انا بس ده عايز اتنين. الفت نظرك لحاجه بس كده. احنا دخلنا على الناس كده من غير اي حمل ولا دستور ولا قلنا اي حاجه ولا فكرة. ممكن نعرف بس الناس اللي معانا اللي سامعيننا واللي شايفيننا ان شاء الله يعني على اليوتيوب. ما قلناش برضه احنا هنكون فين قدام منصاتنا، احنا مين؟ واحنا مين. زي الفل. الكل اتفرج انا علينا قلت زحمه حاجات كتير في بعض، آه. فانت فصصها لهم بقى. زي الفل. زي الفل. الكل اتفرج علينا النهارده اول حلقة من حلقات صبغة بودكاست. فكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان طبعا اول حاجة. ف ليه سبب تعالى نرجع خطوه للوراء. مم. خطوه للوراء. ليه سبب؟ هل تفتكر احنا ليه هل تفتكر احنا ليه سمينا صبغه؟ احنا كنا عايزين نعمل حاجة ليها علاقة بالصوت. يعني احنا عندنا قدرات صوتية ما شاء الله، ومش مش بنحسد نفسنا عشان ما نحسدش نفسنا. لا دي ممكن تأثر. نرجسية شوية. عايزين نحط حاجة ليها علاقة، أو عايزين اسم ليه علاقة بالحاجات الصوتية اللي احنا بنعملها، زائد إن فيما بعدين يعني هيكون عندنا حاجات فيجوالي بنعملها برضو، اللي هي زي التلفزيون، حاجات مرئية. بس برضو ده احنا برضو ما وصلناش ليه فكرة صبغة. ما هو ده فكرة الفكرة. التيم كله تمام. فكرة احنا حابين نعمل الدمج ما بين الأعمال الصوتية والأعمال المرئية. خلينا بس الأول نقول احنا هنتكلم ايه أصلا في البودكاست بتاع طبعا. البودكاست بتاع صبغة. تمام. احنا هنقسم الموضوع 2. جميل. الجزء بتاع الكتاب. طبعا نعرف الناس الأول احنا عاملين مسلسل اسمه الكتاب. أول مسلسل إذاعي بالنسبة لنا، بالنسبة للتيم بتاعنا. وده هنتكلم في جزء معين من الحلقة، وبإذن الله هنستضيف معانا الممثلين في الحلقات الجاية بإذن الله. والجزء التاني بقى، وده اللي أنا يعني متحمس له بقى أنا متحمس للاتنين طبعا، بس ده بالنسبة لي، وده طبعا اللي يبان في اللوكيشن، لو مش عارف يبان في الكاميرا أعتقد حاجات اللي سبعيناتي سمعنا جدا. طبعا اللي سمعنا في اليوتيوب، أو اللي شايفنا في اليوتيوب، اللي سمعنا على البودكاست بقى يعني، اللي سمعنا في منصات الصوت بقى يروح يتفرج علينا في اليوتيوب عشان يشوف اللي احنا بنحاول نتكلم عنه ده. واعمل معانا واجب، يعني مثلا ايه، يعني افتح البلاتفورم بتاعت الساوند، وافتح يوتيوب في نفس الوقت، ونغطي الصوت هنا واسمع هنا، كسبنا 2 في 1. طيب الفل. ف فاللوكيشن هو دمج ما بين حاجتين، ما بين الحاضر اللي احنا فيه والاضاءات والحاجات وفي نفس الوقت متعوب عليه والله ده. خلاص بقى نتعامل واصلين الحته بتاعت اللي هو الحاضر والاضاءات والاستوديو والكلام دوت، وفي بقى ايه شويه الحاجات بقى اللي احنا الركن حلوه دي بقى، الفينتج ده اللي هو التليفون القديم، تلفزيون والحاجات بقى اللي هي بتاعت اهو، بس ما فيهوش حراره. ما اف جميل. ما فيهوش حراره. ده اف جميل وحلو. ف طبعا في اجيال كامله دلوقتي، اجيال الشباب لسه طالعين ما يعرفوش. احنا مش هندعي ان احنا ناس كبيره وان احنا حضرنا كل الحاجات القديمه ديت، لكن في نفس الوقت احنا اعتقد من الاجيال المحظوظه اللي هي اسمع يا باشمهندس، اعتقد ان انا ما فيش بوست ولا في اي فيديو شفته على الفيسبوك ولا تيك توك قال ان الجيل التسعينات محظوظ. حلو. احنا خدنا دماغنا في حاجات كتير، بس انا قاصد طبعا اهدى على نفسك وانت هتفهم. انا اقصد احنا جيل محظوظ في الجزء ده اللي احنا حضرنا اخر حاجات في الحاجات القديمه ديت اللي كانت فيها حياه وفيها روح كده، مش مجرد تكنولوجيا وحاجات كلها شاشات وحاجات زي كده. حضرنا التلفزيونات القديمه والتليفون ابو حراره اللي انت لسه بتتكلم وبتتريق عليه دوت. حضرنا كل الحاجات حضرنا دي. عر الحله. وفي نفس الوقت احنا حضرنا التكنولوجيا دي كلها وهي بتطلع. فاحنا الجيل اللي كانوا يعني اسهم الجيلين، او يعني الجيل المتوسط اللي هو ما بين الجيل الثمانينات، البوابه الزمنيه. ما بين الزمنين. احنا يعني اول التسعينات واخر الثمانينات بالظبط. احنا الجيل اللي هو لا حلو.
اخدنا النقطة دي حلوة. الجزء ده عشان انت شفت استعجلت انت. لا دي نقطة حلوة. لو كنت هديت على نفسك شويه كنت ما انا مستعجل بس. انت تكتشف ان احنا عادي يعني، انا احنا قد ناس استعجلت خدنا حته قليلا. حلوه برضه يعني فاهم. ما خدناش كل حاجه على دماغنا ف مش في دماغنا بس. دلوقتي انا بقى ممكن نتكلم فيه يعني. طب بما اننا اتكلمنا الحاجات القديمه، فانت قول لي بقى مثلا ذكرياتك مع التلفزيون القديم مثلا. ذكرياتي مع التلفزيون القديم يا لهوي، ده كان فيه حبة ذكريات. انا اقول لك فترة من الفترات من اللي قضيتها في حياتي كنت عند بيت جدي الله يرحمه. لا. وكنا قاعدين بقى ايه يعني، كل عيلتي كانت موجودة هناك، خالاتي الاثنين، خلاني كلهم كانوا موجودين. احنا كنا بنقضي والله العظيم كانت اجمل ايام. انا اسف، ما انت اللي بتحكي لي افراد عيلتك شخص. ما لازم يثبت هذا، يثبت المصداقية. انا لازم اقول لك انا كان في كام فرد في عيلتي كمان، بس انا عيلتي كبيرة ما شاء الله يعني. تمام. كان احلى ايام حياتي والله العظيم قضيتها هناك، لاني كان في فتره من الفترات كده اللي هي بقى ايه، الثلاث وجبات بتوع اليوم، فطار غدا عشاء، فانت قاعد على طبليه كبيره فاهمني. طبلية كلها لازم بقى الطبليه، لان طبليه الطبليه ده برضه لازم، في ده ناس ضروري. في اجيال كتيره برضه دلوقتي ما تعرفش الطبليه اصلا. بيعرفوا بقى الترابيزه بتتسحب من الحيطه دي، عارفها. يعني اي حاجه غير الطبليه. اي تكنولوجيا هم عارفينها، لكن طبليه لا، دي كان ليها دماغ تاني. لسه بتقعد على الطبليه لحد دلوقتي؟ انا لو اطول الاقي طبليه اصلا عند حد انا ما بقى بلاقيهاش. لسه عندي طبليه لحد النهارده. هي طبعا مش شكل الطبليه بتاعت زمان. شوف انا عارفك بلاقي قد ايه. ما قعدناش على طبليه واحده، بنقعد على ما صدفتش ان شفت عندكم طبليه اصلا. ما هتشوفها فين؟ ما اكيد على فكره هي موجوده، وتلاقيها موجوده في معظم البيوت، بس بقت مختلفه. ولا وغير طبعا اللي هي موجوده في بيوت كتير فعلا ومرميه. ومرميه في البلكونه في اقصى الشرق الجنوبي، فاهم، في البلكونه. في ناس كتير بقى يعني في الوقت الحالي ما عندهمش اصلا طبليه، وفي ناس فعلا شباب صغير لسه طالع يعني ما يعرفش الطبليه اصلا. سفره قاعده في مطبخ كده. حسست الناس وحسست نفسي فجاه ان انا راجل ستيني. لا يا جماعه، احنا على فكره اعمارنا مش كبيره. احنا يعني في احنا اوائل التسعينات. ماشي، تلاتينات، عندنا 30 سنه. 30 يعني احنا بقول في اول التسعينات، فعلى فكره هو مش سر. اخدنا حرفيا قعر الحله. مش سر يعني. فكمل قصتك. فكان دايما التجمع اللي هو على الطبليه دوت. على فكره طلعنا مره الموضوع الاساسي اللي هو التلفزيون يعني، فاهم. لا ماشي، وانت فكنت بقى اشوف بقى التلفزيون ده. طبعا. كان عندنا تلفزيون زي ده كده، زي اللي في الظهر ده، وكان بزراير. ما كانش فيه حاجه بقى اسمها وصله، ولا كان فيه اي مش حاجه اسمها ريموت كنترول ولا اي حاجه. انت عايز تغير يا باشا قوم اسعى، فاهم. كان في سعي في الموضوع. غير القناه بنفسك، دوس على الزرار عشان تتغير. وهو كان التلفزيون بيحدد لك انت عندك كام قناه. يعني مفيش حاجه اسمها ريسيفر. انا عندي 999 قناه بغير منهم، ما تعرفش الكلام ده. هم 8 زراير. لا هم 8 زراير بس، او 9 كمان. احنا كمان عندنا في مصر هنا ما كانش، او يعني على الاقل كان بيوصل لنا احنا. ما كانش في الكلام ده. هي كان القناه الاولى والقناه الثانيه، واحنا بالنسبه لنا في اسكندريه كان القناه الخامسه. وفي الغالب ما اعرفش ده كان عند الناس كلها ولا كان عندنا احنا بس. كانت القناه الخامسه كمان بتطلع دايما الارسال بتاعها ضعيف جدا. اجتهادات بقى شخصيه بقى يعني. الباقي ده اعتقد اعدل الاريا اليمين شمال الساعه 2 بالليل كده تلاقي نفسك جبت مثلا قنوات ثانيه مش موجوده. النايل تي في دي لسه دي في مرحله متقدمه بقى. متقدمه. ما كانتش موجوده في الاول. لا مش تكنولوجيا يعني، تكنولوجيا بالنسبه لنا. بس نحن كانت اخبار وبتجيب اخبار بالاجنبي. لا بس ما كانتش موجوده في الاول. خالص كانت القناه الاولى والثانيه. وكان في القناه الخامسه بيقول لك في اسكندريه عندنا احنا. وما اعرفش ليه كانت الخامسه برضو يعني. اللي في النص دول كانوا فين ما اعرفش. هي كانت قناه اسكندريه قبل ما تبقى قناه اسكندريه. هي دلوقتي قناه اسكندريه. هي دلوقتي قناه اسكندريه. هي زمان قبل كده كانت القناه الخامسه، صح. او في المسمى ده كان عندنا ما اعرفش برضو. كان في كل البيوت. شوف سبحان الله، احنا في اسكندريه بس ما فيش تردد. القناه الخامسه كان صعب. كان الارسال بتاعه ضعيف. كنت تظبط بقى الاريال، والاريال برضو دي حاجه كان هو طرفين. فاهم. واللي يظبط بقى الاريال ويجيب الارسال كويس والكلام ده. يمكن احنا الارسال كان عندنا في بيتنا احنا اللي كان بايظ، والله ما عارف. يمكن هي بتبقى متوقفه على الاماكن، على الاريال بتاعك يعني. الارسال عشان تجيب الارسال. مش فاهم ده بجد فعلا موجود والله. ايوه طبعا. الاريال ده هو شبه الريسيفر دلوقتي. شبه الريسيفر، شبه الطبق بتاع الريسيفر. بيجيب الارسال. لو انت حركته حركه كده ما بيجيبش القنوات مظبوط. لازم تظبطه على هو انا معين. حضرته بس كان هو عندنا كان في بيت جدي الله يرحمه كان في جزء مقطوم والجزء الثاني كان شغال. فما اعتقدش ان هو كان مقطوم ده كان ممكن يجيب ارسال، فقال لك ما بيجيبش القنوات كلها. لا بس برضه خد بالك من حاجه. هو زمان كان يعني القنوات اللي احنا بنتكلم عليها كانت قنوات ارضيه.
فغير يعني برضو الطريقه اللي بيستقبل بيها الارسال غير الطريقه اللي بيستقبل بيها الارسال في القنوات الفضائيه دلوقتي. يعني الموضوع مختلف شويه. خلينا نتكلم في النطاق ده لحد ما قبل دخول الوصله. بالظبط. لو حتى يعني قبل الوصله كان دول بالظبط كان هو ده. انا بقى كان عندي بقى معلش الحياة انا بقى. ايه هسترسل شويه في الحته دي لان انا عندي ذكريات مع التلفزيون ده وماله ده الهدف. بالظبط. والتلفزيون ده بالتحديد كمان مش يعني التلفزيون اللي موجود معانا في الاستوديو ده بالتحديد. تمام. في جزء كده في زرار تحت خالص كده بيروح شمال ويمين. يا هذا ده كان الزرار بتاع الصوت. حلو. ما فيش بقى، احنا اتفقنا ما فيش ريموت كنترول. فما فيش ريموت كنترول. فانت ايه بتجيبوا اتجاه كده يعني. انا مش فاكر طبعا كان بيعلى في انهي اتجاه فيهم، بس يعني تجيبوا كده يا يمين يعلى يا شمال يعلى يوم اقرب. فانت يعني بتحاول فكان بقى في حاجه التلفزيون طبعا احنا عارفين، او يعني اللي حضر الحاجات دي كان عارف كويس قوي ان القنوات كانت بتقفل في ساعه معينه بالليل بتقفل. وطبعا ده يعني حاجه ما يعرفهاش برضو الشباب الصغير طالع، لان دي حاجه احنا دلوقتي لحد انتوا دلوقتي وقت النوم مفيش وقت النوم. فممكن دلوقتي نجيب اي حاجه في التلفزيون او في التليفونات في اي حته يعني، في الكمبيوتر او اللابتوب ايا كان. زمان ما كانش فيك، انت عندك ميعاد تيجي الساعه كذا، انت غصب عن عينك هتروح تنام. مفيش الساعه 2 تقريبا صح؟ لا مش فاكر، بس لا والله ما فاكر بالظبط عشان ما افتيش في الحته ديت. بس هو كان ليهم ميعاد معين. التلفزيون كان في الاخر بيجي ويقفل، اللي هو ايه بيتك اتفضل. تلاقي بشكل كده شكل غريب. انا مره سهرت عشان اشوف الموضوع ده بيحصل ازاي اصلا والله. لا انا كده كان في اجازات، في الايام الاجازات او في الصيف كنت بشوف ده طبعا يعني، لان انا كنت لازم اخليه فاهم هجيبك لحد اخرك. انت متخيل يا مؤمن اصلا ازاي انا بقولك سهرت الساعه 2؟ انا مش فاكر الساعه كام عشان انا مش هجاريك في الحته دي لان انا مش فاكر. انت مش فاكر؟ انا مش فاكر كان بيقفل الساعه كام. لا انا بقول يعني الساعه 2 او 3 يعني. لا ده مش العادي. مش عارف والله. سهرت الساعه 2 الساعه 2 جيت يا نهار ابيض. انت مش كان... متربي يالا. انت مش متربي. ده كان فعلا حاجه حاجه مش طبيعيه ان احنا فعلا كنا بننام بدري جدا. وده كان احنا مجبرين على ده. ما كانش فيه اوبشن اصلا، ما كانش فيه حاجه نقدر نعملها في وقت السهره. هتعمل ايه الصبح؟ هتصحى تلاقي تلفزيون. فالمهم بس عشان ما نبعدش عن النقطه الاساسيه موضوع التلفزيون ده. انت فاكر ايه من البرامج اللي كانت بتيجي في السهره؟ انا فاكر فيه كان اعتقد كان يوم الخميس ومش متاكد برضه، بس صح هو يوم الخميس فعلا. كان ليش انا اقول ايه شرف كان اقول ايه هو يوم الخميس ويوم الاربعاء كمان كان ايه. طب بيجي يوم البرامج الخميس اللي بتيجي برامج فرنسيه بتيجي يوم الخميس. انا فاكر كان في برنامج بيجي بيقعدوا يتكلموا بيناقشوا حاجه كده في افلام وحاجات زي كده. وكان في حاجه شبه ما اعرفش بالظبط بس انا يعني حسب ذاكرتي ما جايبه يعني حاجه شبه تصويت بين الناس بقى بتبعت لهم ان عايزين يعني عندهم 3 افلام وبيعرضوا يقول لك عايزين تعرضوا انهي فيلم. ايوه عرفت. فانا طبعا كان في مره من المرات تقريبا اعتقد كان يوم الخميس يعني. تمام. مره من المرات كان من ضمن الاختيارات ديت كان فيلم عنترة بن شداد. وده بقى كان قمه الاكشن بقى. فاهم. وفي افلام تانية بقى بتاعت عبد الحليم بقى حاجه زي كده رومانسيه. وانا طفل يعني مش بتاعتي. انا عايز اكشن بقى. انا راجل بحب المصارعه وبحب الحاجات ديت، فانا عايز بتفرج على الحاجات دي. في الاخر للاسف ما كانش الوقت بتاعنا فاهم. كان الناس الكبيره اللي تمسك التصويت بتاع احنا كنا صغيرين. فصوتوا الفيلم تاني مش فاكر طبعا فيلم ايه، بس ما كانش ممتع ابدا بالنسبه لي. وانا ما عنديش اوبشن انا هتفرج على ده عشان هو ما فيش غيره في التلفزيون. فكان حاجه سخيفه. المهم بس عشان ما ابعدش عن النقطه الاساسيه اللي انا كنت بتكلم فيها، الزرار بتاع التلفزيون كنا بنصحى الصبح بدري بقى. شوف بقى شوف المعادله عامله ازاي. دي المفارقه. معادلتين المفارقه. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ في حد عنده مدرسه، اطفال عندهم مدرسه بيتمنوا اليوم اللي يجي فيه اجازه عشان ننام بقى. تمام. انا بقى كنت بستنى يوم الاجازه ده عشان اصحى بدري برضه بس مش هتفرج على التلفزيون بقى. هي بالرغبات. يا صاحي بدري عشان المدرسه غير صاحي بدري عشان التلفزيون. لا انا مش عايز اصحى ايام المدرسه. انا بصحى بحب. انا بقول لك انت صاحي بدري عشان المدرسه. انا مش عايز اصحى. المدرسه لا مدرسه مهرج. مفيش مدرسه. عايز اصحى اتفرج على الفيلم. اصل الصبح ده انا ببقى محروم منه. انا في كده في المدرسه وما بعرفش اتفرج على البرامج. انا في المحروم منه. احنا جوه المحروم منه. ففي يوم الاجازه ده بقى يوم الجمعه. وده كان طبعا الاجازه بتاعتنا ما كانش فيها اجازه يوم جمعه وسبت والكلام اللي حاصل دلوقتي في الايام دي. كنت اصحى عشان كان بيبقى في فيلم قبل الصلاه. قبل صلاه الجمعه. وده كان فيلم ممتع ايا كان ايه هو. كان ممتع لان هو فيلم. هو مفيش افلام تانية بالنهار. كان كرتون ولا كان فيلم عادي؟ فيلم عربي.
فيلم بقى اسماعيل ياسين، فيلم فؤاد المهندس، هي كلها كانت اغلبها برضه افلام ابيض واسود. ما كانش فيه او يمكن انا ما افتكرش ان كان في فيلم الوان انا شفته يعني في التلفزيون في الوقت ده. المهم انت كنتش هتبعدني عن النقطه لان الزرار، انا كنت بصحى الصبح بدري عشان اهلي ما يعرفوش ان انا يعني انا واخواتي طبعا عشان ما يعرفوش ان احنا صحينا بنعمل ايه، نمسك الزرار ده ونحركه ناحيه الصوت، نكتم الصوت. يا شغل التلفزيون فكان عليه سنه كان لحد ما نوصل لدرجه صوت الدرجه اللي ما تسمعش بس انت تسمع. انا اسمعها وهم ما يسمعوش. مع ان احنا يوم اجازه عادي احنا ممكن نقوم، بس لا احنا برضو دي تفصيله ما اعرفش انت كانت بتحصل عندكم. كان عندك قد ايه تقريبا وقتها؟ كنت في اول السنين الابتدائي يعني ممكن اولى تانية ابتدائي يعني 8 9 سنين تقريبا. يعني حاجه في السكه دي. يعني كان عندك الحته دي الطفل المصري مش ذكي كان عندك انت الحته دي بقى ما اعرفش برضه كان عند كل، بس اعتقد كان الحاجات دي كلها عند كل المصريين يعني. لا انا لسه ما قلتش. لا ايه ما كانش عندنا كلنا. ايه انا ما قلتهاش. الحته دي بتاعت لا مش الزرار مش الزرار. كان عندكم الحته بتاعت ان انا لو عايز اشغل التلفزيون لازم استاذن حد الاول، ولا كان عادي يلا اشغل التلفزيون ضروري؟ اصل ده ما فيش الكلام ده. احنا كنا بيت يعني فاهم اللي هو ايه يعني قانوني شويه يعني بالليل نوم اذا البيت كله هص لازم ينام. صحيان اذا البيت كله لازم يصحى. ما بتفرقش مع الاب بالاخص يعني. ربنا يديه طول العمر والصحه. كان لما يبقى نوم خلاص نوم. حصل وصحي في نص الليل عشان لقاك مثلا صوت ازعاجه صاحي بس في الحياه، او لقاك صاحي في المطلق. يا لهوي زعيق يقرب فاهم. انت المفروض تجري، انت المفروض تبقى نايم وقتها. كذلك الصبح لو لقيت صاحي الصبح بدري من غير ما تأدي واجباتك المنزليه المفروضه عليك. لا ثواني بس، ايه واجباتك المنزليه معاك؟ انزل هتعيش. ماشي فاهم. ده الواجب المنزلي. هتفطر. الموضوع راح في سكه ثانيه خالص يعني. واجباتك المنزليه مش تغسل مواعين، مش هتعمل لا حتى لو تغسل مواعين بس الحاجات اللي تقدر تعملها. الكلمه ما هي واجباتك المنزليه. تمام. سواء تنزل تجيب فطار او تعمل فطار او تناديهم او تصحيهم عشان في فطار. صح. فكرتني برضو بموقف وما اعرفش ليه عملنا كده وقت، انا مش فاكر الحدث، بس انا مره من المرات كنا المفروض هنروح يعني يوم الجمعه اجازه، فاحنا كنا متعودين ان بنروح لجدتي الله يرحمها. الله يرحمها. فكان الموضوع ان احنا البيت مش اللي عايز يتروق الاول قبل ما ننزل، فهنستنى لما امي تصحى عشان تروق البيت عشان نبدا نتحرك ونروح، واحنا عايزين نروح بدري. احنا زمان برضو دي حاجه من ضمن الحاجات احنا كنا بنقدس جدا المروح بدري او الوقت. مش المروح، الفكره المروح العيله اصلا العيله عموما، فكره ان التجمع العائلي ده بالظبط. فاحنا عايزين نروح نلعب بقى مع قرايبنا والناس بقى اللي في سننا دول زينا من اخواتنا اللي في البيت دول، احنا عايزين نروح نشوف بقى ناس تانية. خلاص ده كفايه. فاهم. فصحينا بدري جدا اليوم دوت، وقمنا نظفنا البيت انا واخواتي كله، وعملنا سندوتشات. احنا اطفال، احنا برضه بنتكلم في مرحله عمريه اللي هي نفس المرحله تقريبا اللي هي 7 و8 سنين. انا بتكلم عن نفسي، فاخويا اصغر مني شويه واخويا التاني اكبر مني شويه. قمنا نظفنا وظبطنا كل حاجه وعملنا سندوتشات على اساس ان هم ما بيبقاش عندهم حاجه، احنا هنقوم ناكل سندوتشات نقوم ننزل. ما فيهاش بقى خلاص. وكان يوم جمعه. كان يوم جمعه اكيد. انا يوم الاجازه ما تحرقليش اجازتي بقى. انا تاني يوم في الف باء الف باء في ابتدائي، في ثانيه وثالثه ابتدائي. يا ماشي. مش هفتكر الدروس اللي باخدها. لا بس انا برضو رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، انا كنت بسالك عن فكره سيبك من ان انت تصحى بدري او الكلام ده. الاجهزه الالكترونيه، التلفزيون، او فيما بعد شويه لما بدات الكمبيوترات تبقى موجوده في بيوتنا. يعني خلينا في الفتره اللي قبلها. لا كان في يعني كان في جهاز كان تحفه، واعتقد كان كله عنده الجهاز ده. التليفون، تتكلم في التليفون برضو محتاج تاخد اذن الاول ولا عادي ممكن اكلم حد؟ بس انا كنت بتخبس في حاجه بقى. بتصل ب 0900. 0900 وقتها. دي حدث. احكي انت وانا ارجع لك في الحته دي برضه. 0900 كان في اعلانات زمان كده اللي هي ايه، اتصل وهتكسب مش عارف ايه ورحله لديزني. لا ديزني لاند دي كانت عندي بالدنيا يعني فاهم اللي هو انا هوصل لك يعني هوصل لك حتى لو عارف. انا نفسي اروح ديزني لاند جدا. انا كشخصيه انا في صغري اصلا من صغري بحب الكرتون جدا جدا يعني وستيل لحد النهارده لما بتديني. معلش دلوقتي كلامك حاسس ان احنا مش عارفين نمسك حته. انا هخليك تكمل. ما انا بس من كل حته بنخش بنلاقي حاجه عايزين متحمسين للحكي قوي.
كمل قصتك واكيد هنلاقي حته نخرج منك. انا بتعلق بالكرتون جدا من تمام. صغري، بتعلق بيه وبسرح قدامه، يا محمد يا زفت يا قطران، ما بردش، بفضل سرحان قدامه كتير. فبشوف بقى الاعلانات دي كتير، زيرو اتصل ب 0900 مش عارف ايه رقم بعديه 4 ارقام بعديه وخلاص، صوت معانا ومش عارف ايه. حديثا شويه كان في MBC 3 فاكرها؟ كان اكيد فاكرها. كانت اللعبه دي كده احلى عالم، برنامج احلى عالم. طب انت اللي انت قلت لي نرجع للمرحله اللي قبليها. طب المرحله اللي قبليها كان ايه الكرتون اللي قبل MBC 3؟ MBC 3 كان في كده سبيس تون بقى، قبل الريسيفر خالص، قبل الريسيفر توم اند جيري. هو توم اند جيري اعتقد، انا مش فاكر حاجه تانية كده توم اند جيري كده كان يمكن في باباي تقريبا كان موجود، كان ده قبل موجود. ده حتى ده ما اتعرضش في سبيس تون لوني تونز كان الارنب اللي هو باكس باني ده كان دلوقتي موجود، بس قبل كده ما كانش منتشر قوي يعني. لا انا بتكلم عن التلفزيون المصري بتاعنا، كان بيجيب توم جيري اكيد كده واعتقد باباي لان ده بياكل السبانخ، اقنعونا لسنين انه بياكل سبانخ. انا اكتشفت مؤخرا ان هي مش سبانخ. عارف انت الحوار ده؟ ايوه انا مش فاكر كان ايه، بس هي طلعت حاجه ده راح فيكم داهيه. لا هو سبانخ، هو كان ده برضه فاهم يعني، احنا مصريين حس ان لا احنا مصريين، فاللي هو ايه ده بيحب طلع حاجه تانية هو عشان معروفه طلع حاجه معروف ان السبانخ مفيده. لا مفيده دي بالنسبه للاباء، الاطفال ما بيحبوهاش. فلو كلت سبانخ هتبقى بوم الطخ، فاهم؟ باباي بقى ويعمل ايده كده ويطلع وعضلات بقى حاجات غريبه. صحيح، لا دماغه مشغله شغاله الرقابه بقى. يا كمل بقى الكرتون بتاعك. على ذكر الكرتون اللي كان في وقتها بقى، زي ما بقول لك انا كنت بتصل ب 0900 ده كتير عشان خاطر اكسب حاجه. كان في بالمناسبه برنامج اسمه من سيربح مليون زمان. اول حاجه اول فيرجن خالص. هو ده كان تلفزيون مصري؟ كان تلفزيون مصري انا مش فاكر الحقيقه. انا فاكر كان في تلفزيون مصري برضه ولا كان، لانه مش فاكر. خلينا نكمل في حته ال 0900. فكنت باخد اصلا انت انا نسيت احنا كنا فين. فكنت باخد التليفون وقتها، كان تليفون ارضي بقى، اللي هو تليفون حتى يمكن هو احدث شويه من اللي ورانا ده، احدث سيكا كمان. وكنت بطلب 0900. كان بقى فاهم انبهار بقى لما حد يتصل بيك يقول لك اذا كنت تتصل بخصوص كذا كذا مسابقه كذا اضغط رقم 1، اختار الاجابه ايه ولا بي ولا سي. طب دي انا هعرفها منين؟ انا بص، انا يعني انت بتحكي ده كله انا عشته، بس انا كل دوت مستني اللي بعديه. اصل ما بعد ال 0900 في نفخ حقيقي اكيد. ايوه، فانا مستني فده كان بيظهر امتى بقى؟ في تجديد الفاتوره. تعالى لي بقى معلم. ما هو ده بقى دي النقطه. في يعني وقتها كان بنتكلم في مصروفك كام؟ كان مصروف مثلا ربع جنيه تقريبا. الفاتوره كانت بتيجي 8 جنيه. 8 جنيه بس؟ 8 جنيه فاتوره تليفون، منهم 4 جنيه ولا 5 جنيه. 8 جنيه ايه يا عم؟ 0900. لا ايه ده 900 5 جنيه. انا مش فاكر ارقام عشان ما اضحكش عليك، بس لا 8 جنيه و4 جنيه دي ارقام قليله جدا بالنسبه ما انا كنت بتصل على طول. انا كان مثلا ايه مرتين 3 وخلاص اقطع انت كنت راجل محترم يعني. انا كنت في الاحترام منه او يعني هيتف في وشي تفه من حد او الخوف منه، خوف مسيطر عليك، هيتف في وشي هيتقضى عليا. احنا للاسف ما كانش في الحته دي. ما عرفناش الحته بتاعت ان احنا نعمل كنترول على الموضوع ده غير بعد ما خلص بقى. احنا قعدنا شهر كامل بنحاول، احنا عايزين نكسب. امسك بقى 0900 لحد ما الموضوع كان يعني. كان انت بس ولا كان برضه في تشجيع من العيله؟ لا عيله ايه، لا طبعا انت واخواتك بس. ده عدم وعي. احنا ماسكين التليفون بتاعنا انا واخواتي قاعدين بنلعب في الزراير. انا هرج بعد ما حصل وجات الفاتوره والحمد لله كنا عايشين يعني. احنا عشنا الحمد لله احنا عايدين قدامك، بس حدث كتير مش لطيف يعني. كان ابسط حاجه فيها ان اتشالت زيرو من التليفون. اتشال الزيرو من التليفون. دي حاجه برضو. انت كان بيبقى التليفون الارضي، طبعا في التليفون الارضي الارقام الارضي زمان كانوا هم 7 ارقام. في جيلنا احنا يمكن قبل كده كانوا 5 حاجات كده، بس كانوا في جيلنا احنا كان 7 ارقام وما فيش الزيرو ده خلاص. ما فيش حاجه اسمها زيرو كذا. اللي هو بنتكلم من الارض الارضي يعني، من الارض الارضي غالبا. فالارقام ما بتبداش بالزيرو. ابدا الزيرو امتى بقى؟ لما تيجي تحط المفتاح بتاع البلد
بتتكلم دولي، بتتكلم 03 او 02 بتتكلم فدي بقى ايه، انا مش متاكد من الحته دي برضه تقريبا يعني مش دولي بقى، لو مثلا مش انت دولي في اسكندريه بتكلم حد في القاهره مثلا. لا بس اعتقد دي كانت موجوده برضه، بس اللي هي اقصد بتتكلم دولي او تتكلم 0900 دي تمام. كانت اضافه. انت بتحط الفاتوره بتاعتك، لو ما تحط ده بتدفع فلوس اكتر. تمام. فجاء ابويا حذف الزيرو اللي هو اللي هتكلم لي التليفونات في شيء اسمها بكلم. كان لسه طبعا برضه الموبايلات لسه ظاهره طازه حديثا. كان يعني بعد برضه ما كبرنا شويه يعني. فرد الشبشب تقريبا. بالظبط. والاريال طلع انتله كده من التليفون. فكان الموضوع شيل الزيرو خالص، ما فيش بقى لا تكلموا موبايلات ولا تكلموا كانت صدمه عمرك 900. انا في متعه بتسلب مني. انا مالي انا بتفاصيلكم، ومالي من في فلوس كتير بتدفع، انا مالي بالنسبه لي عايز استمتع، عايز اتكلم 900 يرد عليا من ناحيه ثانيه. وبرضه بالنسبه المتعه ديت برضه كانش في طبعا في حاجه اسمها التليفون اللي بيظهر الرقم ده كان برضه طفره اظهار. يعني في تليفون ابو شاشه. انا اكلمك انت ما تعرفش مين بيكلمك غير لما ترد. صحيح. مفيش بقى الحاجات بتاعت اليومين دول اللي هو عامل تليفونك سايلنت الصدمه. واللي هو مفيش باب في الحمام معلش او كان فيه ولا لا مش دي. خليك انت ترد. انا بتكلم عن اللي بيحصل دلوقتي، اللي هو الرقم ده مش عايز ارد عليه، مش هرد عليه. لا مفيش الكلام ده. انت هناك عايز انت كده هترد التليفون ده، انا هترد تمام. انت ما تعرفش مين. فبترد التليفون. فاحنا كنا بنعمل ايه بقى برضه حركات قذره، نتجمع برضه انا واخواتي، كنا نمسك تليفون واضرب اي 7 ارقام. اللي يرد نجيبه بقى، تعالى انت عايز ايه يا الله. فاهم. ونفضل نشوف الحركات اللي بتتعمل ايام دي كده، من الحركات الصلبوطه دي. بس احنا الفكره بقى ان احنا فعلا كنا بنوصل للمرحله اللي هو الو لساننا يتكتب، هنقول ايه، احنا اطفال برضه فاهم، هنقول ايه، عندهم تلفزيون اتكون بالليل. ما عندناش اي كلام فاهم بنقوله، فبنتكلم ومجرد ما يترد علينا بنسكت. الو، بتلاقي اول من الناحيه الثانيه الو 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 بعد كده شتيمه. كده تيك خط تيت. فاللي هو يقفل. بعد كده مره من المرات بقى جت التليفون بقى، كلمنا حد من لحد يظهر الرقم. فاتكلمنا وخلصنا والتليفون قفل وخلاص. بعدها ب5 دقايق لقيت التليفون بيرن. فعادي هنرد بقى نشوف قرايبنا اللي بيكلمونا ولا حاجه. فراح لنا الناس اللي احنا كنا بنكلمهم وبنزولهم ونقفل. انتوا يا عالم يا بتاع لا حاجات كده مش يا نهار ابيض. اللي هو بقى زعل زولونا هنزولكم، هنخش بقى هناخد حقنا. فاهم شتيمه بس هو داخل شتيمه بس. فاهم. اوكي. فطبعا قفلت التليفون وخلصت. بس لما بقى يتكرر تاني ويتكلم التليفون تاني وحد غيرك اللي يرد، ساعتها بتكتشف يعني الخدعه بتكشف. فبان انت بتلعب، فتتحرم من التليفون اصلا بقى. خلاص بقى اتحرمت من 0900 اتحرمت من التليفون. هكمل لك بقى بقيه الحاجات اللي اتحرمت منها، بس انت قول لي قصتك مع التليفونات. انا ماليش قصه قوي مع التليفون، غير ان فعلا انا من الناس اللي كنت ببقى حذر جدا من ردود فعل اللي قدامي، بالاخص ابويا وامي. يعني على سبيل المثال مثلا يعني مش بقول ده حصل او حصل، والله مش فاكر بالظبط. لما كان مثلا ان انا اخد راحتي زياده عن اللزوم، مثلا كان عندنا ضيوف ولا حاجه، فقرايبنا بيجوا في اطفال صغيره في العيله، فكنت وقتها انا كمان صغير مش كبير فبلعب. تمام. فلما ازيد شويه في اللعب، ففي تبريئه امك بقى دي. بعد عادي تبريئه الام دي تقريبا دي كان ممكن نعمل فيها شابتر كامل في كتاب كيف تكون بني ادم. كانت التبريئه دي هي اللي كانت بتجيبني ورا، هي اللي كانت بتسكتني. ما كنتش بتوصل حتى لمرحله يعني الشبشب. فاهم يعني ساعات كنت بوصل لمرحله الشبشب ساعات، بس بيني وبين امي يعني في نطاق العيله الضيق. لكن عندنا حد فعلا لا يا ما فيش يعني كده. ما جربتش النشان بتاع الامهات وحاجات ديت ولا؟ حصل فعلا حصل، بس ما كانش نشان بشبشب اصل بما هو انقح من الشبشب. شوقتني. يعني كان اي حاجه فاكهه بترمي فاكهه بنرمي فاكهه. دي حاجه حلوه بس احنا كنا اغنياء جدا عشان الفاكهه. مش بتخزيه بنرمي فاكهه، اغنياء جدا. فلو عارف انت قرد بيتنطط خد في وشك خد في وشك. المهم ان كان مفيش الرد الفعل اللي هو الموجع او المؤلم بعد حوارات 0900. ما خفيش يعني هو انتهى
ال0900 بفتره التليفون اللي بتاع اظهار الرقم على طول بقى. يا لهوي، هيظهر الرقم ده هيعرف انا مين. فضحت. وبعدين هيتعرف 0900 هيتعرف. فبرضه انت حتى من نصيرها فاهم، لا تلغى لك 0900 ولا كنت بريء يعني اصلا. لا 0900 يعني دي تكلفه، بقول لك مصروفي كان ربع جنيه. طب خلينا نروح للكاسيت بقى. الكاسيت دي كلمه برضو اصلا كاسيت ما بقتش موجوده. اعتقد في حد بيقول كاسيت اصلا هيقول على ايه اصلا؟ انا ما قلتلكش ترانزستور. ما الله قلت لك ترانزستور. لا الكاسيت برضو ما فيش في حد بيستخدم كاسيت اصلا دلوقتي. ما اعتقدش في حد. الراديو ممكن، راديو ولا حتى صغير الراديو كده. ما بقاش برضو راديو بالمعنى الكلاسيكي ليه او حاجه اللي هو من ساعه ما اتنقل على التليفونات. بقى موجود في التليفونات وبقى موجود على حتى على المواقع وموجود في المنصات عموما حتى. فما بقاش يعني زي زمان. بس انا بتكلم على الكاسيت نفسه. الكاسيت ابو شرايط. الكاسيت ابو شرايط. الكاسيت ابو شرايط ده كان اول لقاء بيني وبينه. كان في فتره برضو ما كنا قاعدين. على فكره انا قضيت فتره كبيره جدا من حياتي في بيت جدي الله يرحمه، قبل طبعا ما يتوفاه الله. فكانت قعدتنا هناك فيها كل حاجه تقريبا. بدايه التلفزيون كانت هناك، التلفزيون بالالوان طبعا مش التلفزيون عموما. انت حضرت اصلا التلفزيون ابيض واسود؟ كان عندنا كان عندنا واحد زراير برضه كان ابيض واسود كله. يمكن كان موجود عند جدتي بس انا ما افتكروش قوي الصراحه. كان عندنا او يمكن ما حضرته برضه. انا حضرته اكيد كان موجود، بس اقصد ان انا اتفرج عليه. بس كان ضائقه ماليه يعني. كان فيها ناس عندها تلفزيون بالالوان بس كان في ضائقه ماليه طبيعي جدا طبعا. فكان في التلفزيون الابيض واسود كان موجود يعني. وكنا برضه بنجيب عليه القناه الاولى والثانيه بس كانت ابيض واسود. لحد بقى اكتشاف التلفزيون اللي بالالوان. اكتشاف ده كان بالنسبه لنا اكتشاف حرفيا. عشان نتفرج على حاجه بالالوان كنا بننزل مثلا على ننزل عند الجيران او نطلع نقعد مثلا في عند جيران تانية قدامنا. هم كانوا جيران ما شاء الله. كان في حاجه اسمها جيران يعني فوق ولا تحت. الكاسيت بقى عند خالي ربنا يمسيه بالخير. الله يمسيك بالخير يا خالي. كان خالي محمد وكان خالي وليد. كان وقتها بقى اللي هو ايه هم اصلا في تفصيله حصلت دلوقتي. خالي محمد قلت عادي بس خالي وليد قلتها باداء. ابقى هقول لك ليه. كان خالي وليد انا ممكن اقول لك ان هو كان في سننا دلوقتي وقتها. وقتها كان شويه سننا يعني 25 27 سنه. فهو كان انعكاس معرفته بينضح على انعكاس معرفتي وقتها لما كنت في سنه. معرفش فاهمني ولا لا. جمله حقيقه يعني مثلا ايه يعني هو كان عنده اهتمامات تمام. لما برجع افكر فيها دلوقتي بلاقي ان هو كانت اهتماماته هي نفس اهتماماتي وقتها. فاهمني. بس ما حضرتش خالك محمد لا هو أصغر. خالي محمد كان مش موجود على طول في البيت. تمام. يعني كان ما كناش بنشوفه غير في الليل يجي ينام. تمام. فاهمني. عندي خال تالت بس ده يعني خلاص كان تأهل بقى واتجوز وقتها. فما كانش موجود معنا على طول. تمام. وقتها كان بقى شرايط بقى كتير بقى. الكاسيت ده كان في كاسيت كده مميز في الجنبين كده اللي هو السماعات اللي في الجنبين بيطلع الوان عارف في لمط كده اخضر احمر اصفر. كان بس ده كان في شياكه منه والله. كان جميل جدا. بس تكنولوجيا برضه يعني. كان ده كان قائد التكنولوجيا. قبلها كان في واحد تاني بقى. ده كان مستورد غالبا ما كانش مصري. كان كل ده مستورد. فده كنت تحط فيه الشرايط وتشغل بقى. كان وقتها شريط عمرو دياب. عمرو دياب كان لسه طالع جديد. انت عمرو دياب؟ لا انا اصلا برضه حضرت الشرايط بس حضرتها ايهاب توفيق. ايوه خالد عجاج. اكيد الجيل ده كله ده الجيل احنا طلعنا. بس اصلا انا برضه كان عندي شرايط اكتر في البيت. شرايط بقى ام كلثوم وعبد الحليم لان كان ابويا هو اللي مهتم اكتر بالكاسيت وكان جايب بقى الحاجات دي كلها. برضه كان مسافر العراق فكان جايب كل الحاجات دي معاه بالكاسيت نفسه شخصيا. كان جايبه معاه. كان مهتم بالجزئيه ده. اي حاجه بتتسمع. احنا عندنا شرايط لحد النهارده. يمكن عندنا شرايط كتير جدا من الاغاني بتاعت ام كلثوم واغاني عبد الحليم وحاجات. يمكن عارف انت الحاجات اللي بتطلع في الافلام دلوقتي يقول لك ان الكوبليه ده اتعرض في مره واحده وبعد كده حاجات اللي في السكه دي. اكيد هتلاقي عندنا حاجات من دي لان احنا عندنا حاجات كانت بتتسجل من الراديو على طول. وبعد كده في حاجات ما كانتش بتتعرض تاني لان برضو دي تفصيله برضو. شاهد قبل الحذف. لا دلوقتي شاهد قبل الحذف. لا برضو مش في السكه دي. ما توديناش في حته اصلا مش دي ماشي. الحته بتاعت ان زمان حتى لو الكوبليه المحذوف مثلا من اغنيه ام كلثوم في الحفله مش عارف بتاعت. لا مش لازم. مش قصدي التفصيله دي برضو بالتحديد. يعني حتى الافلام انت زمان عندك فيلم زي ما كنا لسه بنقول في الاول. عندك فيلم مثلا بيتعرض يوم الجمعه. اتعرض قدامك شفته ما شفتوش انتهى. مش هسمع بقى اخلص الفيلم واروح اجيبه على النت اتابع بقى اشوف اللي فاتني. مفيش الكلام ده. نفس الفكره في الراديو. لو ما سجلتش ده او حتى في التلفزيون على فكره برضو كان الناس بتسجل على شرايط الفيديو
هنجيله ايوه ايوه ايوه. فلو ما سجلتش خلاص شكرا كده انت ما راحت منك. ففي بقى حاجات من اللي بقولك عليها ديت كان ابويا بيسجلها في وقت ما كان بيستعرض في راديو فمحتفظ بيها لحد النهارده. ما اعرفش يمكن حاجات برضو موجوده يعني عشان ما سمعتش الشرايط بقالي كتير فممكن تكون الحاجات بدات تبقى موجوده على النت برضو. لو دخلت سيرش دلوقتي ممكن تلاقي الحاجات دي. وبمناسبه احنا اتكلمنا على الفيديو بقى فقول لي بقى الفيديو يا الله على الفيديو وما ادراك ما الفيديو اصلا انت حتى تشوف الكلمه فاكر اصلا فيديو في المطلق فاكر اصلا ده ممكن يتعمل فيه انه شابتر تاني فوق شابتر الام والزغره فاهم. فانت فاكر الفيديو كان الفيديو شكله ايه وقتها؟ كان جهاز ضخم كده. كان هو حاجه يعني قريبه من شكل الريسيفر بس على حجم اكبر طبعا. والشرايط بتاعته اللي عارف طبعا شرايط الكاسيت شبهه شويه هيعرف شرايط الفيديو بس اسود لونه اسود وكبير. الامهات يعني الفرق ما بين الشريط وشريط الفيديو، شريط الموسيقى وشريط الفيديو يعني حاجه كده. طب انت شفت انت شريط الفيديو اللي كان صغير بقى؟ لا ده بقى نزل فتره ما طولش ما خدش يعني ما عاش كتير. حقبه الفلوبي ديسك ولا قبل الفلوبي ديسك؟ قبل المرحله اصلا المرحله دي كلها عارف انت كان حاجه لكم كان ترندات برضه كان ترندات العصر وقتها ان هو طلع المهم يعني كان طلع في فتره كده بس ما لحقش ينتشر يعني ما خدش يعني. وبعد كده طلعت حاجات احدث منه بسرعه فمات على طول يعني ما طولش. انما الشريط التاني بقى ده اللي عايش في محاوله استحداث لشيء او ان هم يعملوا زي احياء كده الحاجه ماتت يعني. لا مش حاجه ماتت ما كانش حاجه ماتت مع الجماعه دي حاجه موتتها. هو كان موجود الشريط العادي الكبير ده بس الشريط التاني ده اللي هو عارف انت اللي هو مش عارف يعني اصدار جديد عايز يعمل اصدار جديد يعني بس ما لحقش ينتشر. وبعد كده ظهرت تكنولوجيا احدث من الفيديو اصلا بدات تطلع ريسيفرات ريسيفر فانا هتفرج على كل القنوات اللي انا عايزها فانا ايه اللي خلاني اتفرج على الفيديو فاهم فاختفى. انت ايه يعني تفتكر مثلا من اللي هو اروح بقى اللي هو الصاله او المكان اللي كانوا بيأجروا منه الشرايط انت فاكر اصلا المكان؟ انت فاكر حاجه زي كده؟ طبعا انت فاكر اساسا ما كانش بتجيلك الحاجات ما بتروح تشتريها انت بتروح تأجر فما كانش حد بيتحمل مصاريف الشراء. تفتكر تأجير كان بكام في جيلنا؟ طبعا انا برضو عشان كان بايامك انت انا فاكر او يمكن الراجل كان عندنا كان غالي كان بينجره بجنيه وكنت تسيب البطاقه وتاخد الشريط. ما كانش عندي بطاقه كان أطفال. لازم تسيب بطاقه ضامن. لا احنا كنا اطفال. لا هات لي بطاقه ضامن. احنا كنا اطفال وكنا بنخش هناك ندور على افلام الرعب عشان هدف واحد بس. انا ما فيش حد مش في طفل كده يحب فيلم رعب بس كان الفيلم الرعب ده كان مكتوب عليه للكبار فقط واحنا كنا حابين نبين ان احنا كبار. انت عايز تتحايل على القانون. فاهم. ومره ما كانش في كده عندنا معنوى في بالظبط في فكره ان انت تاخد شريط اساسا مكتوب عليه للكبار فقط. ايوه ما هو دي لسه لا رعب ولا غيره. انا لا ما اكيد غيره دي لا يعني اكيد لا بس هو مرفق حوار الرعب ده ما كانش بتاخده. لا بس برضه خلي بالك من حاجه احنا الافلام دي برضه ما كانتش بتيجي عندنا احنا هنا في الاماكن اللي لان كان في هناك كان في زمان رقابه فكان الافلام دي بتتقصقص اصلا قبل ما توصل لنا. يعني الرقابه بتشيل الاجزاء الخارجه او الزائد 18 او الكلام ده كله على اساس ان انت ما توصلش للبيوت اصلا. ده في التلفزيون وفي نفس الفكره حوار صعب خلي بالك. وحوار ان الفيلم يتشيل منه مقطع او جزء عشان خاطر الرقابه ده كان صعب قوي. يعني الفيديو ذات نفسه كان عباره عن شريط اسود كده عشان برضو ما يهيئ لكش ان انت اول ما تفتح الشريط تلاقي حتتين صوت كده فهتقوم قاطع حتتين من هنا وتلزقهم في بعض. انت كده خدت الاثنين انت كده قطعت. اكيد ما كانش ما احنا مش عارف التفاصيل بالظبط بس هو كان قاصد الفيلم نفسه العمليه نفسها كانت صعبه يعني. اكيد كان اصعب من دلوقتي. انت دلوقتي على دلوقتي اي ابلكيشن حتى مش هقول لك في كات بس خلاص كنترول اكيد كان اصعب. بس انا بتكلم الحته دي انا بتكلم على فكره ان انت بتمنتج على اساس ان البيوت ما يوصلهاش حاجه تخدش حق حد. صح. دلوقتي طبعا وقتها يعني كان في مراعاه الحاجات دي يعني. دلوقتي انك تسيطر على الحاجات دي طبعا بقى صعب. مستحيل حتى نقول انه حتى صعب دي كلمه اقل يعني بقى الموضوع مستحيل جدا ان كل واحد ماسك تليفونه في ايده. فالموضوع بقى صعب جدا. صح. لكن اخدنا البتاع دوت كنا اقول لك على الفيلم اللي هو الكبار فقط. لما دخلنا احنا كان انا واخواتي الاثنين دخلنا عشان ناخد فيلم فاخترنا الفيلم وطلعنا. وعارف انت احساس اللي هو انت سارق حاجه. انت في مصيبه انت مش انا بقيت كبير بقى لا انا حاسس ان انا عايز ايوه لا لسبب يا حيطه داريني لسبب ان انت هتطلع دلوقتي عشان تاخد الشريط من الراجل تقول انا اخترت ده هيبص ليك كبار فقط وانتوا اطفال مش هيرضى يدولك. صح. انتوا اصلا جوه الصاله لسه. احنا جوه
فاحنا هناخد الشريط ونطلع أنا بيه بحسبك ازاي؟ طلعت. ليه؟ انا بحسبك طلعت خدت الشريط لا وروحت. احنا لسه جوه. انا بقول لك دي، لا بره دي مش مشكله، احنا خلاص احنا كبار، احنا دلوقتي مبسوطين عشان احنا طلعنا ومعانا شريط الكبار فقط. احنا معانا فيلم احنا كبار اصلا ده. انما جوه احنا خايفين. المهم راح خدنا الشريط وعطيناه له وقلنا له خد ده فلوس. اخذ الفلوس وطلعنا بمنتهى الامان اللي في الدنيا ومنتهى البساطه اللي في الدنيا. وطلع راجل بقى، راجل غلبان بقى ما خدش باله او هو عادي مش فارق له، احنا اللي كنا مكبرين الموضوع ما اعرفش. اخدنا الشريط وطلعنا بفرحه. وأعماركم كانت صغيرة عن كنا 18. هو نفس الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي، يعني يعني لو هنقول 18 مثلا اللي هو الكبار فقط 18 اللي هو فوق 18 آه. سنة. انتوا بالظبط. كنتوا قبل 18 سنة. احنا كنا 7 و8 سنين بقول لك آه. لان احنا بعد كده شويه كان بدات تظهر بقى الكمبيوتر وبدا يظهر فاحنا والريسيفر عموما قبل حتى الكمبيوتر، فبرضه بعدنا عن ده شويه. طب انت اصلا فكرك هو ليه عمل كده؟ يعني هو ليه ازاي يعديكوا اصلا؟ لا وانتوا انا ما كانش اطفال شاغلني الحقيقه وما فكرتش فيها وقتها ومش اكيد مش هفكر فيها دلوقتي بعد كل السنين دي. هجيبك سامعني. اكيد مش هرجع افكر في الموضوع ده دلوقتي يعني. لكن كان ممتع. انا اخدت شيء الكبار فقط تمردت. انا مش فاكر الفيلم دي حقيقي. كانت اول مره تمردت فيها على القانون اصلا. انت اول مره ايه؟ انت ما فيش مره تانية ما تقدرش في ده مثلا يعني التمرد للقانون، التمرد على القانون في نطاق في النطاق ده الطفوله. ما هو ده يعتبر بند من بنود القوانين. لا اصل التمرد على القانون دي في حد ذاتها هتوديها اول مره تحس ان انت عملت فيها حاجه بره المألوف. بالظبط. كان انت بقى الافلام اللي انت كنت بتجيبها في كشارات فيديو بقى؟ انا بالنسبه لي انا كان اي حاجه ليها علاقه بالكرتون كنت بجيبها. اي حاجه. كان عندي من صغري تقريبا ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي حاجه كده. كان شريط فيديو او مجموعه شرايط فيديو كرتون بس. باتمان والمرأة السامة، سندريلا، أميرة التلج. أميرة التلج؟ كان في أميرة التلج؟ كان في أميرة التلج وفلة والأقزام السبعة. ليه انت ليه كل الكرتون اللي بتتفرج عليه كله كده يعني السحر تيجي الساعة 12 يا لهوي احيانا لازم اروح. الساحرة بقى وهي بتحول القرع العسل دوت لعربية كبيرة. كان جامد. كان في فيلم انا مش فاكر اسمه ايه، كان بتاع بجعة كده، انا مش فاكر والله الكرتون قوي، بس كان فيه اللي هو الضفدع يتحول في اخر امير. انا مش فاكر اسمه ايه. فاكر اسمه؟ لا هو اللي انا الضفدع السحري تقريبا او لا لو ما كانش مش فاكر ان كان حاجه ليها علاقه امير او اميره حاجه في السكه دي. برنسس فروج او فروج برنسس حاجه كده. الاميره الضفدع او الضفدع الاميره. لا مش فاكر الحقيقه كان اسمه ايه بالظبط. هو كان الموضوع كله ان هي بتبوس الضفدع في الاخر عشان خاطر يتحول لامير، فهو كانت رافضه تماما انها تبوس حاجه زي كده. انا مش فاكر او كان لازم الامير يتباس من بوس. احنا ليه انا مش عارف ليه وصلنا للنقطه دي. انا هقطع كل البوس ده لازم. طيب خلينا بعد ما عدنا الفيديو رحنا بقى ايه للريسيفر. لا قبل الريسيفر بقى. قبل الريسيفر تفتكر جهاز كده كان قبل الريسيفر؟ انا سيبك لخيالك. جهاز ما قبل الريسيفر والراديو. قول انت. قول فكرني. هو جهازين مش جهاز واحد. الجهاز الاولاني جه كجهاز تابع للفيديو. جهاز الفيديو اللي هو الجهاز اللي بيرجع الشريط من الاول. عارفه انت الجهاز ده؟ كان يسيع للتوح. فكره اصلا ان يرجع الشريط دي برضه عشان دي نقطه مهمه جدا. الشريط ده لازم يتجاب وتمسك اي حاجه رفيعه كده كاسيت والفيديو وتقعد ترجع. بس مش في كل، كان في اجهزه برضه كانت بترجع. كان جهاز الفيديو دوت كان في حاجه بقى ايه يعني كانت دي التريكايه. يقول لك انت كده دخلت كراك على الفيديو زي الكراك دلوقتي ده كان كده. كان يقول لك انت كده هكرت الدنيا، انت فعلا كده هكرت شريط الفيديو اللي في ايدك. كان في زي ثقب صغير كده، مش عايز اقول خرم. انت قلت خلاص. كان في زي ثقب صغير كده موجود في الراديو في شريط الفيديو ده. بتدخل فيه حاجه رفيعه عشان خاطر تتك على زرار جوه عشان ترضى اصلا البتاع ترجع. فكانت عمليه صعبه قوي، واللي مش فاهم ما بيعرفش يرجع الشريط ده. واحنا على فكره خلي بالك برضو في حاجه، احنا اللي بنتكلم فيه دوت اللي سمعنا او اللي شايفنا هو سمع خيال علمي. طبعا يعني خيال علمي ده الناس ما حضرتش كل الكلام ده. في ناس كتير طبعا اكيد، في الناس الاجيال بتاعتنا واللي قبلينا وفي بعدينا برضو بكام سنه حضروا اجزاء. انا حاسس انهم زهقوا مننا بصراحه، مع اننا بنفكرهم بحاجات. واحنا خلي بالك برضو من تفصيله، احنا ما اتكلمناش عن الكتاب خالص. قلنا بس ان هو موجود في ايه رايك في الحلقه الجايه؟ لو ما حبيتش طب احنا الحلقه الجايه بقى
كده. الحلقه الجايه هل هنكمل اللي احنا بنقوله دوت انا ولا نفسي هنكمل اللي احنا بنقوله دوت مع حد تاني؟ انا نفسي، بس انا شايف ان احنا نجيب حد تاني احسن. ايه رايك؟ قشطه، نلعبها؟ حد تاني نستضيفه معانا بقى ايه؟ نلعبها؟ نلعب. يبقى استنونا الحلقه الجايه، وهنستضيف حد من تيم او ممثلين الكتاب ان شاء الله، هيكون معانا صوتيا وهتسمعوه. وما تنسوش حاجه مهمه كمان، يا ريت كلكم في الكومنتات تقولوا لنا فتره التسعينات او ما قبل أو التسعينات، مش التمانينات. مشكله، برضو المرحله دي كانت بتفكركم بايه، او ايه اكتر حاجه أكتر مميزه حاجات مميزة. بالنسبه لكم كانت في الوقت ده. وطبعا في حاجات احنا ما اتكلمناش فيها النهارده لان الوقت طويل قوي، احنا مش عارفين انتوا اصلا هتستحملوا كل الكلام ده ولا لا، بس باذن الله هنكمل الكلام دوت مع الضيف اللي هنستضيفه باذن الله الحلقه الجايه. وبرضه ما ننساش نقول لهم برضه يتابعونا على ايه عشان احنا تابعونا على الفيسبوك، منصتنا صبغه برودكشن على الفيسبوك، وكمان هتلاقونا موجودين على الانستجرام وموجودين على تيك توك، منصه برضو مهمه لازم كلكم تعملوا لنا فولو عليها، يلا عشان نقدم هناك فيديوهات صايعه حاجه. واليوتيوب اللي احنا فيه طبعا ويوتيوب، وهتلاقونا كمان على المنصات بقى العاديه، المنصات الصوتيه بقى، جوجل بودكاست، وعندنا بوديو، وعندنا انغامي، وعندنا سبوتيفاي. حاسس تقول حاجه تانية قبل ما نقفل؟ ايه رايكم تيجوا تسحروا معانا؟ ماشي تسحروا معانا، يلا. اتفضل. اعتقد ولا انا التلفزيون ده بقى ماشي. الكاميرا دي شغاله؟ كاميرتي لا